جميع العالم كان عارف عبد الحليم وحبوا اغاني عبد الحليم وحبوا صوت عبد الحليم. هل صادف وحضرتك تواجدت معاه خارج القاهرة؟ ايوه كتير. انا مثلا في وقت كنت عايش بره طول الوقت لان كان عندي شغل كتير، وكان عبد الحليم بيجي يتعالج في لندن. أيوة. على فكرة عبد الحليم ده انسان كان متفائل جدا ومرح، وانا احب اتذكره من غير اي حزن، وما احبش هو ما يعني لازم واحد يتذكره زي ما كان انسان متفائل ومرح وبينبسط. انا من يوم ما عرفته قالوا لي ان هو كان مريض جدا وما كانش هيعيش كتير، وفضل عايش كده بابتسامة لمدة 15-20 سنة بعد ما عرفته. فكنت بشوفه في لندن كان بيروح يتعالج، وكنت اشوف انسان بيضحك، وكان يعني ممنوع عنه الاكل الطعم والسهر والتدخين والحاجات دي كلها اللي كانت الناس بتتكيف منها، وكان بيبقى سعيد. اسعد حاجه كان يحب يعملها يلعب كومي معايا. المعروف ان عبد الحليم حافظ او حليم زي ما بنقول عليه أيوة. كان شخصيته فعلا متعددة المواهب. عايزين نرجع بالزمن بقى لورا شوية ونفتكر ايام تصوير فيلم ايامنا الحلوة. كنت حضرتك واحمد رمزي. أيوة. وعبد الحليم. أيوة. والفنانة فاتن حمامة. كان عبد الحليم ورمزي لسه جداد يعني ما اشتغلوش، وكنا احنا الثلاثه اصحاب قوي قوي يعني. صاحبنا انا رمزي كان صاحبي من زمان، وعبد الحليم كان لسه يعني قابلته من شهرين او كده قبل تصوير الفيلم، واتصاحبنا قوي. وكانت بتجينا كريزات ضحك يعني، يبقى اوقات كده في اثناء التصوير ما تفهميش ليه نبتدي نضحك ونفضل على كده طول النهار، يعني ما اقدرش نصور ولا مشهد من كتر الضحك. ويقولوا لنا طب بتضحكوا ليه؟ ما اقدرش لغايه النهارده انا ما اعرفش كنا بنضحك ليه، يعني تيجي عيني في عينه ونبتدي نفطس ضحك مش فاهمين ليه. فكانت علاقه لطيفه جدا، وكانت ايام حلوه فعلا يعني. الفيلم مسمى على يعني نادر ان اقول لك غنوه ما بحبهاش، لدرجه ان انا بترازل كتير قوي على المطربين بتوع النهارده، بعضهم يعني صغيرين. ايوه. اقول لهم شوف انتوا بتقولوا كلام فاضي، شوفوا عبد الحليم كان بيقول ازاي، كان بيقول ايه. اولا اغاني عبد الحليم كانت جميله كالحان وكتاليف، الكلام كان حلو قوي في اغاني عبد الحليم. يعني حتى الواحد لما بيشوف افلام عبد الحليم ويتمعن بالكلام اللي كان بيقوله في الاغاني والالحان حاجه تانية خالص، يعني الحقيقه حاجه تانية خالص. انا نصحت شبان كتير يعني مطربين صغيرين هنا، اقول لهم طب اسمعوا عبد الحليم، شوف يعني انتوا حقيقي ناجحين دلوقتي بغنوه او بغنوتين، لكن ده مش كفايه. الاغاني دي هتعدي وانتوا هتعدوا مع الغنوتين الحلوين دول. المهم عشان يعني. بس بتتذاع كتير اللي هي انا لك على طول، غنوه حلوه جدا لحنها لطيف قوي، وهي اهي دي مثلا غنوه سهله بالنسبه للاجانب، يعني في امريكا تعجب برضو او في انجلترا في اوروبا، لان لحنها في لون ايطالياني يعني وعربي في نفس الوقت. اللي هو دول البحر المتوسط برضو يعني. ايوه بالظبط. لو معلش رجعنا تاني برضو لايامنا الحلوه، تعامل عبد الحليم مع بقى كاست العمل الفني او مع اللي هم مجموعه العمل